السلام ازيكم عليكم. عاملين ايه؟ كل واحد فينا بيقول حاجه اه شكل. ازيكم عاملين ايه؟ ماشي زي ما جهاد بتقول، خلينا ايوه ماشيين ورا جهاد. خلاص اتعودنا آه، عليها بقى يا ماما. طيب ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو من جينا لكم الفيديوهات. بقى فيديو بجد من الفيديوهات اللي انا بستمتع بجد بجد وانا بصورها واحنا بناكلها. واحنا بناكلها. يعني بعد ما بنخلص او نبقى تعبانين جدا، بس بجد بنبقى مبسوطين لا جدا. لا بيبقى طعمها طعمها بقى ممكن في حته يكونوا غشوا تانيه. حاجه كده. بصي شافوا جنبك حاجه مش غش. عايزاهم يشوفوا حاجه خالص. بجد الفيديو النهارده هيعجبكم جدا. في شغل جامد وفي حاجات كتير قوي هنعملها. ورجعنا ودي لكم بقى بعد ما العيد خلص بفيديو محترم جدا، اكله في طاقه حلوه ايجابيه كده حلوه ان شاء الله. ان شاء الله. النهارده الفيديو بتاعنا فيه، يعني اكيد في ناس ما بتحبش الاكله دي، لا اكيد. بس انا ما بحبهمش برضه. اللي ما بيحبوش الاكله دي مش هيحبوها، لان دي من الاكلات بجد اللي انا بحبها قوي قوي. تعالي نوريهم بقى فيديو كده. طب هاتي كده غمضوا عينيكم. اه بصوا دي بجد من الاكلات اللي بموت كوارع فيها. يا جماعه. يعني احنا جايبينها تقريبا قبل رمضان كده باسبوع، ونضفتها وغسلتها وعملت فيها شغل وعملناها جامد. معاهم، عملنا التنظيف معاهم. وكنت عايزه بقى اعملها في رمضان، بس بجد عشان رمضان الوقت ضيق جدا، وهي بتحتاج مجهود وبتحتاج وقت في العمايل. وهنحمص عيش، هنعمل رز، هنوريهم بقى كل حاجه. كل حاجه هنوريها لكم على الطبيعه. بس يعني انتوا لازم تجربوها. لو انتوا عايزين عندكم فضول تجربوا الاكله دي، اعملوها بطريقه ماما. لو عملتوها بالطريقه دي بجد هتعجبكم. انا ما بحبهاش طواجن، انا بحبها مسلوقه، ومسلوقه بس يعني، وشويه جنبيها رز فتة. كده. بجد الاكله دي من الاكلات الحلوه جدا جدا، واللي احنا بنستناها. هتستغربوا قوي ان احنا بنحب. بصوا الاكلات دي كلها احنا بنحبها قوي. اي حاجه في اي حاجه فيها حاجات كده يعني غريبه احنا بنحبها. طب يلا بقى تعالوا شوفوا بقى يلا. الفيديو هنعمل ايه، كل حاجه خطوه بخطوه، وتابعوا معانا. يلا على البوتاجاز. بصوا عشان الوقت برضو معانا، احنا حاطين الميه على النار تغلي، وهنبدا نحمص العيش، لان العيش بياخد وقت جامد في التحميص يعني. ماشي. طيب هنبدا بقى كده. هاتي لي كده معلقه جهاد. دلقت شويه سمنه. بصوا قعدت تقول لي زودي سمنه. عارفه اقول لها زودي عشان مش هتقضي، بس ايه. بصوا كده احنا هنحط في الطاسه سمنه. هي زبده بلدي انا مسيحاها دي عشان العيش. ده كفايه يا ماما. عايزه تعملي ايه؟ انا عايزه اموت نفسي. فين؟ بصوا انا ما بقتش اخد راي حد على فكره في اي حاجه. انا خدت بالي. خلي بالك يعني. شخصيتي اتغيرت. لا انا عايزه احكي لهم بجد على حاجه. انا كنت في الاول، يعني اول ما اتجوزت كده، كانت شخصيتي مختلفه جدا عن دلوقتي. كنت يعني ايه، انا نفسي حابه ان انا اسمع الكلام. يعني اي حد بيقول لي اي حاجه بمشي وراه. يعني غلط صح بقى، يعني انا كنت بس عندك مش ثقة في غلط. الناس. ايوه طبعا يعني عندي ثقه في الناس. بشوف اكتر حد يعني بالنسبه لي انا شايفه ان هو كويس، فبمشي معاه خطوه بخطوه. يعني قال لي مثلا ما تخرجيش، حاضر. ما تطلعيش، ما تروحيش، ما تجيش. حتى لو الحاجه انا مش مقتنعه بيها بعملها وببقى حابه ده. بس دلوقتي شخصيتي بجد اتغيرت من اللي انا شفته. يعني شفت ازمات جامده جدا في حياتي، فخلتني لا، ما يعني لازم افكر في الحاجه. وما كنتش بعرف اخد قرار في اي حاجه. يعني لازم حد اللي يقول لي اعملي ده وما تعمليش ده. ما كنتش بعرف خالص. بس بجد يعني ان الواحد يعتمد على حد في حياته، مش حد واحد. انا كنت بعتمد على مجموعه من الاشخاص يعني، مش شخص واحد. يعني بعتمد ان انا هطلع اجيب لبس، بسأل يعني اطلع ولا ما اطلعش، اجيب ايه، اعمل ايه. طب انت عارفه ان هقول لك بس حاجه، التجارب بتاعتك دي بجد علمتني كده فعلا. يعني بجد ما ينفعش ان الشخص يعتمد بجد. لان انا تعبت جامد في حياتي ان يعتمد على شخص او مجموعه اشخاص برضو. يعني هو مش شخص واحد، انا ما اعتمدتش على شخص واحد. وبقيت حاسه ان انا من غير الناس دي انا ممكن اضيع. ما اعرفش اتصرف، ما اعرفش اخد قرار. بس بجد حسيت ان لا، عادي عادي الواحد بيعرف ياخد قرارات، والحمد لله بتبقى قرارات صح. مش زي مش زي الواحد ما متخيل يعني. في الاول انا متخيله لا كنت متخيله ان انا يعني ايه، من غير الناس دي هضيع. من غير الناس دي انا مش يعني مش هعرف اعمل حاجه خالص. اكتشفت ان بجد لا، انت بتعرفي تعملي وبتعرفي تتصرفي وبتعرفي تاخدي قرارات. فبجد اي بنت يعني ما تحاولش ان هي يعني تعمل زي ما انا عملت بجد يعني. لانها في الاخر هتتعب جدا، وفي الاخر هتتحط في الوضع اللي انا اتحطيت فيه ده. طيب كده هنحمص العيش بقى براحتنا خالص. انا حطيته الاول عشان هو بياخد وقت. هنوطي عليه كده شويه ونرجع ايه للكوارع بتاعتنا.
ايه العشق بقى العشق بقى. يلا كده تعالوا ايه نشوف. حطينا الميه تغلي كده. انا شايفه العيش التحميصه بتاعته حلوه. نجيب طبق بس كده اطلعه واحط عيش تاني. بصوا التحميصه خطيره بجد. هنكمل بقى تحميص العيش كله وبعد كده هوريه لكم في الاخر يعني عشان ما نطولش الفيديو عليكم. تعالوا بقى نعمل الصلصه بتاعت الفته لحد ما العيش يتحمص. هنحط الطاسه كده على النار، نحط عليها معلقتين زبده برضو. انا عايزه احاول اقلل كده شويه علشان الكوارع اساسا دسمه فهيبقى الموضوع صعب قوي. ده التوم انا دقيته وحطيت له شويه ملح وفلفل اسود هنحمره. بصوا كده التومه اتحمرت. هننزل عليها بقى بالخل. كنت جايبه ازازه خل وبعدين ضيعوا الغطا بتاعها. كنت لسه يا دوب والله فاتحاها خلاص ضيعوا الغطا الخل باظ. اضطريت اشتري واحده جديده. مش هغمقها قوي عشان ما تمررش. هنخليها كده ايه تحميره خفيفه. ونحط لها بقى شويه الخل. انا بحاول انجز كده لان الكوارع هتاخد وقت بس انا هحطها في حله الضغط وبسرعه. هنزل الكوارع فيها بس اما ايه نحط شويه الخل. بصوا لونها كده خطير. الفلفل الاسود برضه مغمقها شويه حلوه قوي بجد. بس نحط بقى الخل. مش عايزه اقول لكم الريحه عندي ريحه فظيعه بجد. اللي ما بيحبش الكوارع فايته كتير جدا. بس هنسيبها بقى شويه كده وانا غاسله الطماطم ومقطعاها بس مش عارفه الجهات حطيتها فين. بصوا انا قشرتها وقطعتها حتت صغيره. هننزل بقى على التومه بالخل كده. الله على الروايح الجميله بجد. ريحه الفته ملهاش حل. عادي ممكن بقى اللي ما بيحبش الكوارع يعملها لحمه مفيش مشكله يعني. طيب هنسيبها على النار بقى وتعالوا ايه ننزل الكوارع في الميه. بصوا الميه بتغلي اهي. هنزل بالكوارع ايه غلوتين اتنين بس وهنرمي الميه بتاعتها دي يعني دي هتفك وهنرمي الميه وهنشطفها ونرجع بقى نحطها في حله الضغط. نحط لها ميه نظيفه معاها بقى الحاجات اللي انا هوريها لكم. بصوا بس هي الحله صغيره شويه مش مشكله. كده الصلصه تقريبا خلاص خلصت. فاضل بس نحط لها شويه شوربه. بس هستنى بقى من الشوربه تجهز وبعد كده احطها الصلصه. انا اوريكم كده العيش بعد ما خلصته. بصوا العيش خلاص اتحمص يا دوب بس هنحط عليه الرز والشوربه. تعالوا بقى نبص على الكوارع كده. بصوا كده الكوارع غلوه واحده بس هي فكت خلاص غلوه. وهرمي الميه دي طبعا واحط لها ميه جديده وهنسويها بقى في حله الضغط. هي مش باينه طبعا دلوقتي عشان الحله صغيره. انا مكنتش محتاجه حله كبيره يعني. طب بقى كده هنعمل الرز. معلقتين برضه زبده كده. في ايه يا جهاد؟ مش عارفه ايه. انتي ايه هتكسري المطبخ ولا ايه؟ تقيله. طيب كده خلاص هنحط بقى الرز. بصوا انا شطفت الكوارع اهي وجاهزه بقى على ان انا احطها في الحله. تعالوا بقى دلوقتي نعمل الرز. هو ده الاكل. الاكل مظبوط. طيب انا غسلت كيلو الا ربع وقلت حلو مع العيش. انا بحب العيش كتير. انا بحب العيش اكتر من الرز. جميله وجاهزه بقى يمسكوا زي الهوادم بقى. لا يحطوا بقى المواعين في الغساله. واحده تلم الغسيل وتطبق غسيل وتنشر زي يظبطوا بقى هما الاثنين الدنيا. احنا كده خلصنا المهمه بتاعتنا. انا عملت الاكل وانتي ساعدتي معايا. بصي ابقي شيلي الصاج ده والصينيه دول انا غسلتهم شيلي عشان ما يتوسخوش تاني. بصي اغسلي دي كمان اللي انا بعمل فيها دي ممكن نحط فيها شوربه. يا جماعه والله امشوا ورا الوصفه كده بتاعت الكاري دي هتكونوا
لا هتعجبكم بجد. طيب هحطهم هنا. بصي 2 اهو، ممكن تغسلي ال2 دول يبقوا احسن من حاجة. هنقل على عيني دي عشان ايه اعرف اقلب كويس. بس نحط بقى شويه ملح. ملح كده كفايه. شويه فلفل اسود. الجو مش عارفه بدأ يحرر ولا ايه؟ انا حاسه ان انا حرانه. بس هنسيبه بقى على النار شويه كده. لسه بقى هنستنى لحد الشوربه ما تتظبط. احنا لسه ما عملناش الكوارع، بس انا قلت اجهز كده ايه قبل ما تستوي. عايزه اتكتل بقى. بصوا بقى ركزوا وخليكم معايا. هنحط الاول ايه معلقتين زبده كده، ونبدا ننزل بالكوارع. بس يجي تقليبه بقى حلوه كده. تمام. هنبدا بقى نحط ايه ورق لورا، مش كتير يعني، وحبهان. تمام. ونديها بقى ايه تقليبه محترمه كده على النار. بصوا ريحتها والله العظيم فظيعه. ريحه تحفه تحفه بجد. يلا بقى جهاد، حط لنا بقى جهاد على لا 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 خطيره خطيره. لا 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 دي حلوه. دي حاجه مظبوطه. لا حطي كتير عشان احنا عايزين نقفل عليها خلاص. ما نفتحش عليها خالص لما تكون زي الزبده. لا بجد الشكل يعني بجد انزل جوه الحله. مش لا نصبر بس تستوي كده. حلو. لا حلوه قوي. لا بجد خطيره. حطي كمان شويه كده. نحط كمان شويه عشان ايه احنا مش عايزين نفتح عليها خالص. هنحط بقى ايه، مش عارفه انتوا شايفين من البخار ولا لا. بصلايه. طب اشغل عليها ولا عايزه ميه عاديه؟ لا حطي عادي حطي عادي خلاص هي كده. هاتيلي بقى ماشي. هاتيلي السكينه عشان انتي ما قطعتيش الطرف بتاع البصل. كفايه كده. ماشي حلو قوي كده. طيب هاتيلي ده انا كنت عايزه صح احط للرز. ماشي يبقى انا طيب ماشي. طيب دول كده ايه اهي. بصل كمان، طماطمايه كمان اهي. اوعي بقى. بس كده هنقفل عليها بقى. هنسيبها بقى مع نفسها. مش هنفتح بقى الا بعد ما تستوي خالص. بس نظبط بقى الدنيا كده. مش هوريكم بقى، خليها مفاجأة. هوريكم بعد ما اخلص خالص. بس هنحط بقى المية على الرز. بس كده سيبه بقى يغلي، وبعدين هنهدي عليه ونغطيه. حطيت ملح وحطيت فلفل اسود. استغلي بقى كده، وهنرجع لكم بقى تاني بعد ما نخلص كله ونيجي نغرف. عايزين بقى نشوف الكوارع اخبارها ايه. خطيره. الله فظيعه تحفه بجد. تحفه. لا انا هقطم دلوقتي ولا ايه؟ هاكل. لا ايه ده بصوا. لا خطيره. لا نزلي تحسن عشان يشوفوا. ايوه اهو. لا فظيعه بجد. ايه ده في ايه؟ طب يلا بقى عشان ناكل. طب ماشي هنتفرج الاول بعدين. انت ايه مفجوعه؟ جوعتيني. ايه ده يا مو في ايه؟ عجبكم ليه بتقولي؟ اصل لسه كنت سامعه نكته دلوقتي في واحد مفجوع. مش فاهمه في ايه. انا ما كنتش عارفه اضحك اساسا براحتي ولا بقى على الصلصه.
بيقول لك واحد مفجوع اعلي عليها ولا اوطي؟ راح امه مفجوع بياكل كتير قوي، فامه بقى ايه شايفاه ان هو ما بياكلش قوي، فراحت للدكتور بتقول له يا دكتور ايه تع... معلش بقى انا سرقت منك النكته. راح فبتقول له ده ما بياكلش، فبيقول لها فطر ايه؟ قالت له فطر 20 بيضه. قال لها باين واتغدى ايه؟ قالت له اتغدى مش فاكره يعني مش فاكره بالظبط كده مش فاكره بقيه النكته امال ايه بجد، بس تضحك بقى. محمصه تحفه تحفه. تحفه بصوا بيلمع. هنبدا بقى ننزله هنا كده، هننزله هنا. انا بحب العيش كتير، ادوق واحده. دوقي. اشمعنى انت؟ خطير خطير انت بجد. واحده. حلو قوي بجد. هاتي الشوربه بقى. هحط الرز قبل الشوربه. مش عارفه مركزتش. هاتي لي مغرفه. بس مش عايزه اقول لكم العيش، العيش حكايه. طب انا كده هخلص العيش. لا خلاص بقى، لو سرقتي هسرق زيي. نعم بقى كده. طب ممكن نجيب الحله دي هنا. ماشي. بصوا بقى الكاميرا كده قريبه. امم تحفه 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 بجد، فظيعه. لا ووش الكوارع ايه يعني. انتوا بتحبوا العيش مش طري قوي صح؟ كفايه كده، كفايه قوي كده. هاتي بقى الرز. ماشي. انتي معاكي طب هاتي لي معلقه. خدي. لا يعني بذمتك دي هغرب بيها الرز؟ كل حاجه يموت قوليلي مش عايزاها. والرز المشكله ان انا عاملاه من بدري، طفيت عليه. بصوا هو الرز ايه عشان عاملاه من شويه فمسك يعني سنه، بس ايه شغال يعني. لا حلو اهو مفرفط. لا هو مش مفرفط قوي يعني. اصل بصي، معنى ان هو ساقع وجاي دلوقتي بيفرفط كده يعني هو يبقى كان. حلو يعني. ايوه طبعا. بصوا ايه رايكم بقى؟ طيب هنجيب الصلصه بقى كده، بس ايه احنا مش هنحط كتير عشان احنا ايه هنغوص دلوقتي في الكوارع، فمش هنركز قوي في موضوع الفته ده. بس كده كفايه. هنحط بقى الصلصه كده. بصوا ايه رايكم؟ تحفه يا ماما، تسلم ايدك بجد. بعبر عن الجمهور. لا شكل بجد الفته فظيعه. بصوا انا بموت في الفته، حتى لو فتة لحمه، اي فتة اي من حاجه. غير لحم. اي حاجه بجد. بس كده. هنبدا بقى نحط الكوارع. تعالوا بقى نطلع الكوارع. بجد ايه رايكم؟ هي استوت قوي كده حلو صح؟ تحفه يا ماما. نحط بقى الشوربه. لا حاجه بجد ما شاء الله تحفه. خطير. مين اللي هيشيل بقى الحاجات دي؟ هاتي الطبق. انا هشيلها انا هشيلها وانا هاكلها. بالظبط. طب انا عايزه اشيل دي كده. دي مولعه نار. نكمل بقى كده الطبق التاني. ريحتها خطيره خطيره بجد. بس كده نحط بقى الشوربه. ايه رايك بقى يا جميله؟ تحفه يا ماما. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا الحمد لله. هناكل بقى.
جماعه بما ان محدش كان واقف معانا، انا طبق وماما طبق. طب طب ايه رايك ناكل هنا ويتفاجئوا ان اللي باقي عظم نقول بقى؟ لهم فته بشوربه. ماشي. يلا تعالي بقى نوريهم كده ونختم الفيديو. بصوا بقى ده شكل الفته كده من قريب، بجد خطير. كوارع، هقرب لكم قوي، هنزل التليفون جوه الكوارع. بجد تحفه يا جماعه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم. كل اكل. والسلام عليكم ورحمه الله. يلا باي باي. باي.